تخيل نفسك عايش بمبنى عملاق ممتد ل 144 طابق جوا القاع، ما تعرف من بناء وش وقت انبنى وليش انوجدت بيه اصلا، وكل اللي تعرفه اللي يطلع من هذا المكان يموت خلال دقائق. اهلا بيك بعالم مسلسل سايلو. قصة المسلسل عن مجتمع كامل عايش بقوانين صارمة داخل مستعمرة تحت الارض، بها شاشات ضخمة، وهاي الشاشات الضخمة هي نافذتهم الوحيدة للعالم الخارجي اللي يكون عالم ميت ورمادي وسام. اهم القواعد بهاي المستعمرة هي ممنوع السؤال عن الماضي وممنوع الرغبة بالخروج من هاي المستعمرة، والكل عايش بسلام مزيف. لكن مع اول وفاة غامضة كل شيء يتغير، وهنا تبرز عندنا جولييت، مهندسة ميكانيكية تقودها صدفة لاكتشاف شغلات المفروض ما حد يقدر يوصلها، شغلات تخليها تشك انه كل شيء تعرفه عن المستعمرة ممكن يكون كذبة، والمكان ممكن يكون سجن مو ملجأ يحميهم. وتبدأ رحلتها بالبحث عن تفسيرات، وكل ما تعمقت زاد الخطر عليها من قبل السلطة. وهنا تسأل شنو الأسرار اللي تدفع السلطة لتصفية أي شخص يحاول يوصل للحقيقة. عنصر التشويق والفضول بهذا المسلسل من النوع اللي يخليك تكمل المسلسل مرة واحدة بدون ما تحس بالوقت، فأنصح جدا بالمشاهدة وأتمنى لك مشاهدة ممتعة.